السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم فيديو جديد من قناة يوميات ام علي مع العيلة. تعالوا كده يا حبايب قلبي نشوف احنا جايبين ايه، وقعنا على كنز ولا ايه. قلنا نروش على الشقة بتاعتنا بقى كده ونجيب لها شوية حاجات كده ايه وندلعها. انا نزلت كده جبت شوية ورد. بصوا الشقة من ساعة ما الورد كده ايه بيديها روح كده ونضارة. بصوا شكله حلو ازاي. وجبت ستاير، تعالوا انا اوريكم ايه الورد اللي انا جبته وبعد كده ايه الستاير. قلنا بقى ايه نجيب ورد وستاير كده للشقه على العيد كده، وقلنا نفرشها كده ونروق عليها وعلى جيت ابو علي. بصوا كده يا حبايب قلبي، انا جبت 4 فازات ورد من دول، شكلتهم كده اهو. بصوا بصوا انا جايبهم دخلت محل كده، كانت الواحده من دي عامله 65 جنيه، اديها لي ب55 جنيه. جبت الاتنين دول دول ب110 تقريبا. اتنين، هو مش عارفه لون فيهم. الاتنين ب110 والاتنين دول ب150، مش عارفه ليه السبب. ممكن دي عشان كده وردها مختلف شويه. جبت اتنين ب110 واتنين ب150 جنيه، 140. جبت 4 فازات كده وشكلتهم عشان ايه احط على التسريحه واحط على الترابيزه. وانا طالعه بقى كده عند المترو عندنا، بصوا والله ما شاء الله لقيت يعني ايه حلو برضو، في حاجات برضو ايه رخيصه. بصوا اهي جميل، لقيت الواحده من دي ب35 جنيه. بصوا جميله والله برضو زي احلى يعني حلوين وما تتكسرش. يعني دي لو وقعت هتتكسر. انا لو كنت شفت دول قبل ما اخش المحل كنت هجيب كله من ده. وهي كانت اخر 100 جنيه وانا طالعه جبت بيها. بصوا والثبت الحلو ده ب20 جنيه. جبت 4، جبت 3 اهو يا حبايب قلبي. بصوا كده دول قدام المترو بيتباعوا عندنا، الواحده من دي ب35 جنيه والواحده من دي ب20. وفي عجل كده برضو شايل زرع ب35 جنيه. فجبت بقى ايه شويه دول، كملت الايه اللستة. كنت عايزه اجيب فرعين، بس لو نزلت تاني ان شاء الله هجيب ايه فرعين ورد برضك ايه عشان الف بهم ايه اللارج. ايه رايكم؟ ما شاء الله. ايه رايكم في الزرع ده؟ هنعمل جنينه ورد عندنا. ده يا حبايب قلبي الورد بتاعي اللي انا جبته. جبت كده حبه الورد الحلوين دول عشان ندلع الشقه كده على العيد اهو. وجبت برضو اللي جاب دي، سيبوا دي كده مع المشتريات بتاعت المطبخ هنزلها لكم صفايه. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا كان نفسي اجيب مفارش من دي كده. بصوا المفرش ده كده ب100 جنيه، مفرش تسريحه 3 حتت اهو ب100 جنيه يا حبايب قلبي. جبت اللون ده كده عشان ايه يتفرش كده ونحط الورده كده ويدي بقى ايه شكل جمالي رائع. وجبت الترابيزات بتاعت الانتريه عندي، جبت دي برضو مفرش عامل 50 جنيه المفرش ده. جبته برضو ايه، انا بقالي كتير ما اشتريتش مفارش، فكل فتره وفتره كده ايه بقوم مشتريه شويه مفارش بقى ايه وبدل بيه. وجبت الطقم ده جايباهم كلهم لو تلاحظوا نفس اللون اه. جبت ده كده ب110، 3 حتت برضو دول ب110. ايه رايكم؟ ثانيه اهو يا حبيب قلبي. ده المفرش التاني 3 حتت برضك. وجبت مفرش ده ما شاء الله جميل وحلو. بصوا برضو نفس اللون ونفس الخامه، خامته تقيله وحلوه. جبته ب100 جنيه اهو. بصوا حبايب قلبي نفس الخامه بتاعت ده. بصوا كده اهو. كده انا جبت ايه المفارش دي عشان ايه نفرش الشقه كده ونزقططها على العيد وعلى جيت ابو علي كده ونروش عليها.
دي المفارش اهو. انا هبدأ النهارده دلوقتي برضو كده افرش. نشيل الورد ورا. بصوا كده الستاير اللي انا جايباها، بصراحه انا مش عارفه لسه افرش انهي ايه ستاير. انا عندي الركنه بتاعتي لونها الجنزاري ده، كلها جنزاري، فنفسي اغير الستاير. انا عندي الطبقه بتاعتها بيج كده، عندي طبقه من تحت بيج، فايه جبت من الستاير المعموله جاهزه دي، قلت لسه هنزل واجيب بقى واقص واخيط. جبت ده رصاصي، الواحده 2 متر اهي. يا حبيب قلبي 2 متر. جبت 2 رصاصي، جبت 2 رصاصي. قلت عشان ايه احط، لو اللون الرصاصي لايق على اللون الجنزيري هحطه. جبت 2، الواحده عامله 190، دول 2 متر، الواحده 2 متر عامله 190 جنيه. كان في هناك اللي هي المتر ونص عامله 150 جنيه، فانا جبتها ايه عشان ايه لما كشكشها كده تديني ايه عرض كتير. وجبت برضو 2 كشميري بنفس السعر اهو، نفسه برضو، واحده 2 متر. ودي التانية. وجبت واحده بس جنزيري اللون ده برضو، اللون ده جنزيري ولا انا الركنه بتاعت اللون ده. قلت ايه هجرب احط كده ايه دي. انا لسه انا الفلوس معايا خلصت، فجبت واحده بس، فمقرره ان انا انزل اجيب واحده كمان عشان افرشها يبقى الاتنين. هحط احاول لا الرصاصي لا الجنزيري، هشوف اللون اللي يليق وهحطهم. هما نفس السعر كلهم. جبت ايه 5 سطرات اهو يا حبيب قلبي. دي الستاير بتاعتنا والحاجه اللي احنا جايبينها للشقه، عشان الشقه بقى ايه تلبس في العيد كده وتعايد معانا. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي اهو. هنفرش بقى وهصور معاكم وانا بفرش وتقولوا لي ايه رايكم في المفارش بتاعتنا والستاير بتاعتنا. استنى الحلوه الجميله دي والورد بتاعنا. انا بقالي كتير جدا من ساعه ما اتجوزت ما اشتريتش ورد، فقررت بقى ايه نروش كده. كنت جايبه معايا طفايات برضو ثانيه. بصوا كده يا حبايب قلبي، اشتريت برضو طفايتين لونهم جميل عجبوني جدا. الواحده ب40 جنيه، هتقولوا غاليه بس ايه هي عجبتني. جبت 2 عشان برضو ايه نفس اللون برضو بس شكلهم حلو اهو. بصوا ايه رايكم شكلها جميل. وده يا حبايب قلبي الفيديو بتاعنا البسيط، المشتريات بتاعتي البسيطه كده عشان ادلع شقتي. انت تجددي شقتك بابسط الامكانيات. اي حاجه جديده كده تفرشيها بتخلي الشقه شكلها حلو، بتديها روح كده وبهجه. وبالذات الورد كده تحطيه في الشقه يديكي بهجه في الشقه كده وروح حلو. ان شاء الله انا نفسي اجيب ورد حقيقي وازرع، والله بجد انا بحب الورد قوي. بصوا هنحط بقى كده ايه وننسق بقى الالوان وننسق الورد واوريكم اهو يا حبايب قلبي. لو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوناش تعملوا لنا لايك واشتراك في قناه يوميات ام علي مع العيله. مع السلامه يا حبايب قلبي.